الفيديو ده هنتكلم فيه عن أجمد 10 أفلام مصرية في آخر 5 سنين. الفيلم الأول وهو فيلم ضي، وهو فيلم بيحكي عن قصة شاب ألبينو من أسوان، وعايز يكون مطرب، وبيحاول إن هو يجري ورا حلمه عن طريق إن هو يروح يقدم في برنامج ذا فويس في مصر. وبنشوف رحلته من أسوان لحد ما يوصل للقاهرة، وإيه العقبات اللي هي بتقابله عشان يوصل عشان يحقق حلمه. تاني فيلم معانا في القائمة هو فيلم وش في وش، والحقيقة الفيلم ده واحد من أجمل الأفلام اللي اتعمل لها سيناريو في الفترة الأخيرة. السيناريو بتاع الفيلم قوي جدا، والفيلم من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وأحمد خالد صالح. والفيلم ده بيدور في إطار كوميدي لايت لطيف عن المشاكل اللي بتحصل ما بين الأزواج، والفيلم بيدور في إطار جونرا الكوميدي الاجتماعي اللطيف، والحقيقة واحد برضو من أجمل الأفلام في السينما المصرية في الفترة الأخيرة. الفيلم اللي بعده هو فيلم رحلة 404 للنجمة الكبيرة منى زكي، وإخراج هاني خليفة. والحقيقة إن الفيلم ده برضو واحد من أجمل الأفلام اللي اتعملت في آخر 5 سنين. الفيلم قصة درامية عميقة جدا، مش حابب أحرق لكم أي حاجة فيها، أفضل إن أنتوا تتفرجوا على الفيلم. والفيلم ده من أقوى الأفلام اللي نجحت لمنى زكي في الفترة الأخيرة. فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري، والفيلم ده اللي حقق جايزة في مهرجان كان، والفيلم ده اللي أخد جايزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن أفضل فيلم مصري. والفيلم ساعتها يمكن تعرض لهجوم شديد على أساس إن هو بيسوق لسمعة مصر، والكلام طبعا اللي ملوش أي لازمة ده. ولكن كل اللي اتفرج على الفيلم بعد كده اكتشف إن كل الكلام ده ملوش أي لازمة، وإن الفيلم فعلا فيلم على مستوى فني عالي جدا. فيلم الهوى سلطان، والحقيقة إن ده الفيلم اللي رجع الناس كلها للسينمات في فترة الشتاء. الجمهور في الوقت ده كان محتاج يرجع لقصة الأفلام الرومانسية والجونرا دي من الأفلام، كان بقالهم فترة كبيرة جدا ما اتفرجوش على فيلم اجتماعي رومانسي. وكمان لأن مخرجة الفيلم المخرجة هبة يسري بتقدم النوع ده من أيام حتى كمان مسلسل سابع جار، وهي إنها بتقدم شكل الحياة اليومية البسيطة للمواطن المصري، وبجد واحد من أجمل الأفلام الرومانسية اللي ممكن تتفرج عليها. فيلم رامبو بطولة النجم الشاب عصام عمر، والحقيقة ده كان أول بطولة للنجم عصام عمر في السينما. وطبعا الفيلم مش عايز احكي لكم ان هو واحد برضو من اجمل الافلام الارتستيك المصريه اللي اتعملت في الفتره الاخيره، واحب ان انتوا تتفرجوا على الفيلم جدا. فيلم فوي فوي فوي، وهو بطولة النجم محمد فراج والنجمة نيللي كريم، وده واحد من أجمل الأفلام اللي اتعملت في تاريخ السينما المصرية بالنسبة لي. الفيلم كوميدي اجتماعي لطيف، وبيحكي عن قصة حقيقية حصلت مع فريق كرة قدم للمكفوفين، واللي بيسافر من خلاله مجموعة من الشباب اللي هم عاملين نفسهم إن هم مكفوفين، وهم في الحقيقة ما كانوش مكفوفين. برشح لكم الفيلم ده جدا، فيلم فيه سيناريو وإخراج وتمثيل على أعلى ما يكون. الفيلم اللي بعده هو فيلم 6 أيام، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة، والحقيقة ده برضو واحد من أجمل الأفلام الرومانسية اللي اتعملت في الفترة الأخيرة في السينما المصرية. الفيلم بيحكي عن قصة الولد والبنت، وبنشوفهم إن هما بيتقابلوا كل سنة بشخصية مختلفة تماما، قصة جديدة ومختلفة على السينما. وكان أداء أحمد مالك وآية سماحة من أجمل الأداءات، خصوصا كمان إن الفيلم ما فيهوش أبطال كتير، ولكن مع ذلك ما تحسش بأي ملل، حتى لو إن الفيلم من بطولة شخصين فقط. الفيلم اللي بعده وهو بالنسبة لي برضو واحد من التوب فيلمز اللي اتعملت في الفترة الأخيرة، وهو فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وده برضو واحد من أجمل الأفلام الكوميدية اللي رجعت الكوميديا لمكانها الصحيح. الفيلم معتمد على كوميديا المواقف، مش كوميديا الإفيهات السخيفة، والقصة كانت جميلة جدا، والإخراج لعمر المهندس عمله على أكمل وجه. نيجي بعد كده لفيلم وقفة رجالة، والحقيقة إن ده برضه كان نوعية جديدة جدًا على الأفلام الكوميدية اللي اتعملت في الفترة الأخيرة، خاصةً وإن أبطال الفيلم كلّهم مش نجوم شباب، لأ دول نجوم كبار، كبار سنًا طبعًا ومقامًا. وحقيقي الفيلم ده واحد من أجمل الأفلام اللي اتعملت، وكان فيها دراما وكوميديا بشكل جميل جدًا، السيناريو محكم، إخراج جميل من المخرج الكبير أحمد الجندي، وكان واحد من أجمل أدوار ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وكمان شريف الدسوقي. الفيلم اللي بعده هو فيلم أبو صدام من بطولة النجم الكبير محمد ممدوح وأحمد داش، والفيلم بتدور أحداثه على مدار يوم، وبيحكي عن قصة حياة سواق تريلا على الطريق، وبنشوف على مدار اليوم ده حياته الاجتماعية شكلها عامل إزاي. طبعا الفيلم ده كان فيه أداء جميل جدا من أحمد داش، وكمان من النجم الكبير محمد ممدوح تايسون. واحد